السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتنا لتعلم اللغة الإسبانية. في القناة ديالنا كنركزوا على شرح الدرس وجمل العديد من الأمثلة وتمارين باش الدرس كيتفهم مزيان. فلهذا ضروري واحد البيك والدفتر باش تكتبوا جميع الدروس وأيضا كتابة تمارين. التحق بنا معطل. أسفل الفيديو يوجد رابط في جميع الدروس مرتبة. اللي يلتحق بنا معطل فضروري ما يدخلنا الرابط ويبدأ بالدروس الأولى. Vámonos, يلا نبداو. السلام عليكم. اليوم نشوفوا los indefinidos اللي هما المبهمين غير محددون، اللي هما alguien, nadie, algo, nada. أبقى معنا حتى الآخر فيديو غنشرحوا جميع الكلمات، أيضا غنستعملوها في العديد من الجمل. alguien هي شي واحد، nadie هي حتى شي واحد. يعني alguien و nadie كيخصو كيهضروا على الإنسان. نعطيو أمثلة. ترى غنبغي نقول شي واحد في الدار. إسبانيا دايما كنزيدو فعل التواجد اللي هو estar، يعني شي واحد كيتواجد في الدار. alguien está en casa. alguien está en casa. الجملة الثانية غنبغي نقول شي واحد عنده شيبك. alguien tiene un bolígrafo. الجملة الثالثة شي واحد كيضرب الجرس أو التمبري. alguien toca el timbre. alguien toca el timbre. توكا يعني يحادي، لكن هنا يقصد يعني يدق الجرس. غنبغي نقول شي واحد في الباب، يعني شي واحد كيتواجد في الباب. alguien está en la puerta. alguien está en la puerta. مثلا إذا بغينا نقولو هذا غير الجمل غنزولو alguien اللي هي شي واحد وغنقولو nadie اللي هي حتى شي واحد. نفس الجمل غنبدلو كلمة، غتعني معنى معاكس. مثلا الجملة الأولى alguien está en casa، شي واحد في الدار، نقولو حتى شي واحد ما في الدار. nadie está en casa، بدلنا alguien بنادي، شي واحد حتى شي واحد. الجملة الثانية نقولو alguien tiene un bolígrafo، نقولو حتى شي واحد ما عنده شيبك. nadie tiene un bolígrafo، نقولو شي واحد كيضرب التمبري كما قلنا alguien toca el timbre، نقولو حتى واحد ما كيضرب timbre. nadie toca el timbre. شنو الجملة الأخيرة؟ شي واحد في الباب alguien está en la puerta، نقولو حتى شي واحد ما في الباب nadie está en la puerta. الجمل الآخرين مثلا نبغي نقول شي واحد كيعيط لي في التليفون alguien me llama por teléfono. me llama يعني جاما كيعيط، مي رجع ليلي كيعيط ليلي مي جاما. الجملة الثانية شي واحد كيتبعني alguien me sigue. sigue هو كيتبع، مي ليلي كيتبعني. الجملة الثالثة غنبغي نقول شي واحد كيغوت في الشارع alguien grita en la calle. فعل غريتار هو كيغوت، غريتا بصرفة هو. الجملة الأخيرة هو سؤال. مثلا غنبغي نقول شي واحد خصو شي حلوى alguien quiere un caramelo. هذا 4 الجمل. إذا بغي نقولو نزولو alguien شي واحد ونرجعوها حتى شي واحد. الجملة الأولى نقول حتى شي واحد ما كيعيط لي في التليفون. nadie
me llama por teléfono. الجملة الثانية بنقول حتى شي واحد ما كيتبعني. nadie me sigue. nadie me sigue. شي واحد كيغوت في الشارع. alguien grita en la calle. نقولو حتى شي واحد ما كيغوت في الشارع. nadie grita en la calle. السؤال اللي نقولو alguien quiere un caramelo. غنجاوبو مثلا واحد ما خصو كراميلو. كراميلو الحلوى قلنا. nadie quiere un caramelo. غنمشيو دابا algo و nada. algo كتعني شي حاجة و nada كتعني حتى شي حاجة. هادو بجوج كيخصو أشياء ماشي الإنسان. و nada بالنسبة مع الأفعال دائما بحال دابا غنقول ما كنخدم والو. no trabajo nada. دائما no الفعل عاد nada. مع الأفعال هذه هي الحالة اللي كتجي فيها الأغلبية. مثلا غنبغي نقول دابا الأمثلة في algo شي حاجة. غنقول كنسمع. هذا فعل كنسمع شي حاجة غريبة. escucho algo raro. غريبة أو نادرة. الجملة الثانية كنحتاج شي حاجة باش نكتب. يعني خصني شي حاجة باش نكتب. necesito algo para escribir. الجملة الثالثة نقول خصني ناكل شي حاجة. quiero comer algo. الجملة الأخيرة غنبغي نقول شي حاجة كتبري في السماء. algo brilla en el cielo. دابا هاد 4 الجمل هادوم غنحاولو نزولو algo ونقولو الجملة nada حتى شي حاجة. مثلا في الجملة الأولى escucho algo raro. كنسمع شي حاجة نادرة. غنقول ما كنسمع حتى شي حاجة نادرة أولا غريبة. ضروري ما نزيدو نو قبل الفعل. نو من بعد الفعل اللي هو escucho عاد nada. no escucho nada raro. نمشيو للجملة الثانية. غنبغي نقول ما كنحتاج حتى شي حاجة باش نكتب. قلنا كنجيبو نو قبل الفعل. نو عاد الفعل necesito هي ما كنحتاجشي. ما كنحتاج. nada هي حتى شي حاجة باش نكتب هي para escribir. no necesito nada para escribir. مشي الجملة الأخيرة الثالثة نبغي نقول ما خصني ناكل حتى شي حاجة. إذا نو قبل الفعل. no quiero comer nada. ما خصني ناكل والو. الجملة الأخيرة شي حاجة كتلمع أو كتبري في السماء. غنقولو حتى شي حاجة ما كتلمع في السماء أو كتبري. إذن الفعل هو كتلمع أو كتبري بريجا. إذا كنجيبو نو قبل الفعل. نو بريجا حتى شي حاجة. نادا نو بريجا نادا إن الستيلو. إذا نزيدو جمل آخرين بألغو. No olvidéis dar a like y suscribirse al canal para animarnos a continuar dando lo mejor. Siempre. Gracias. غنبغي نقول دائما كتنسى شي حاجة اللي هي siempre olvidas algo. الجملة الثانية غنبغي نقول عندك شي حاجة د الفلوس. عندك tienes شي حاجة algo د الفلوس de dinero. tienes algo de dinero. الجملة الثالثة نسمع شي حاجة
algo huele. الجملة الأخيرة دائما كنتعلم شي حاجة جديدة. siempre كنتعلم يا aprendo شي حاجة algo جديدة nuevo. siempre aprendo algo nuevo. دابا الجمل هادو بربعة غنحاولو نزولو شي حاجة ونعدلو حتى شي حاجة. كما قلنا إذا كانوا الأفعال كنجيبو نو قبل الفعل. دائما ما كتنسى حتى شي حاجة. قلنا كتنسى الفعل نسى كنجيبو نو قبل منه. siempre no olvidas nada. دائما ما كنسى حتى شي حاجة. الجملة الثانية غنقولو ما عندك حتى شي حاجة الفلوس. no tienes ما عندك حتى شي حاجة الفلوس. no tienes nada de dinero. الجملة الثالثة نقولو ما كينسمع حتى شي حاجة. no huele a nada. الجملة الأخيرة قل دائما كنتعلم شي حاجة جديدة. غنقول دائما ما كنتعلم حتى شي حاجة جديدة. siempre no aprendo nada nuevo. siempre no aprendo nada nuevo. دابا غنشوفو تمرين صغير وخصني يا إما نعدلو alguien أو nadie أو algo أو nada. السؤال غيكون alguien ولا algo والجواب غيكون بالنفي يا إما nadie أو nada. هذا هو التمرين. الجملة الأولى tienes نقاط en la mano. الجملة الثانية no tengo نقاط. مثال الآخر نقاط quiere ir a Tetuán. الجملة الأخيرة نقاط quiere ir. فمهلة للتفكير. الجملة الأولى tienes عندك نقاط en la mano هي في اليد. شنو غيكون؟ واش عندك في اليد شي حاجة ولا شي واحد إنسان؟ إذا الحاجة. tienes algo en la mano عندك شي حاجة في اليد. يقول الآخر لا no tengo ما عندي والو لا شيء يعني no tengo nada. الجملة الثالثة نقاط quiere ir a Tetuán يعني خص يمشي لتطوان. واش شي حاجة خصو يمشي لتطوان ولا شي واحد؟ إذا الإنسان. alguien quiere ir a Tetuán. جواب quiere ir يعني حتى واحد ما خصو يمشي. nadie quiere ir. nadie quiere ir. اللي بغا يزيد يكتب جمل آخرين فيكتبونا في كومنتاريوس وحنا إن شاء الله نحاولو نصحوهم كاملين. فأيضا الدرس القادم فغيكون درس مهم جدا فانتظرونا. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسونا بالضغط على لايك والسبسكرايب ليصلكم أي فيديو جديد.